اشهر جملة في الصيف: انا مش عايزة استخدم سان سكرين على بشرتي، انا عايز بشرتي تبقى غامقة وكأنها واخدة تان كده. طبعا انت حر، بس خليني اقولك ايه تأثير بالظبط الاشعة بتاعت الشمس على الجلد، بالخصوص الاشعة فوق البنفسجية. اول حاجة الحروق، يعني الاحمرار والوجع الجامد ده اللي بيحصل لك في المصيف اللي مشهور بتسلخات البحر، دي مش من البحر اصلا، دي من اشعة الشمس، وبتكون حروق من الدرجة الاولى والتانية. تاني حاجة التان، او ان الجلد يغمق، وهو فعلا بيغمق عشان الميلانوسايتس او الخلايا المكونة لصبغة الميلانين عددها بيزيد، وبتكون صبغة ميلانين اكتر من الطبيعي علشان تحمي الجلد من الأشعة. رقم 3 بيأثر على مناعة الجلد، فبيحفز لو انت عندك حساسية جلد او نخالة وردية او هيربس سيمبلكس ان هما يظهروا تاني على الجلد. رقم 4 فوتو ايجينج او العجز من أشعة الشمس فوق البنفسجية، ودي حاجة نقدر نشوفها من صورة السواق المشهور. رقم 5 سكين كانسر زي بيزل سيل كارسينوما وسكويمس سيل كارسينوما وميلانوما. لسه بعد كل ده حابب تخرج عادي جدا في الشمس من غير سان سكرين؟ شايف ان بس الأهمية اللي هتعود عليك فيه ان جلدك مش هيغمق؟ فكر تاني.